وهلأ خلينا نتعرف على سلم هاوكنز للوعي لحتى نقدر بحقيقة وجرأة نعرف نحن وين ونشتغل على حالنا ونصير بمكان تاني. نبدأ بأدنى مستويات الوعي وهو العار. الأرقام الموجودة بجانب كل مستوى بتوضح قيمة أو قوة طاقة الإنسان الموجود بهذا المستوى من الوعي. نشوف بعد الذنب، اللامبالاة، الأسى، الخوف، الرغبة، الغضب، الكبرياء، وصولاً لمستوى الشجاعة يلي هو الحد الفاصل بين الوعي المنخفض أو الطاقات السلبية والوعي المرتفع، حيث الحياد، الإرادة، القبول، العقل، الحب، الفرح، السلام، وصولاً للتنوير. كل ما سمحنا برحيل المشاعر السلبية وتوقفنا عن مقاومتها هي والمشاعر الإيجابية، سمحنا لحالنا بأنه نعيش مشاعرنا بحقيقتها، رح تتحرك الطاقة للأعلى بمقياس الوعي اللي بيتحدد بحسب شو عم نحس ونفكر لحتى نوصل لمستوى الشجاعة، ومنها رح نشع بالحياة، رح نجذب لحياتنا كل باحث عن هذا الإشباع وعن هي الوفرة وعن هذا الحب. من تجربة رح تحسوا بسلام وحرية داخلية ما كنتوا بتتخيلوا يوم أنكم ممكن توصلوا له. أسرع طريقة لهذا الشيء بأنه نقعد عند مستوى الشجاعة بإخبار أنفسنا دائما بالحقيقة والنظر للداخل والتخلي عن كل ما يعيق. رح نحترم كل حدث وشخص سلبي ونعرف إنهم جايين يخبرونا شيء مهم عن حالنا، ما رح نتقاتل برا، رح يدفعونا ندخل لجوا لنتعرف على حالنا ونرحل السلبية لنستحق الأعلى. رحلتنا لليوم كانت شوي على السطح، بالحلقات القادمة رح نروح رحلات أعمق نتعرف على حالنا بكل جرأة. رح شارك تجربتي، رح نتعرف على جزء فينا لطالما رفضناه وقمعناه ولا زال مسيطر على حياتنا. رح نسترد حالنا. يتبع